لو نفسك تبتدي في مجال التجارة الإلكترونية بس مش عارف تبتدي إزاي أو شايل هم المتجر الإلكتروني بعدين، في الفيديو ده جايب لك حل المتجر وحل مفيد جدا وهيفيدك. بس قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك أي سؤال سيبه لنا في الكومنتات. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنشرح طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الألف للياء مجاني مدى الحياة. حط تحت مجاني مدى الحياة دي 1000 خط، علشان بعد كده هتيجي وتدعيلي. هنعمل المتجر النهاردة على منصة وايلت. منصة وايلت دي متاح عليها إن أنت تعمل متجر إلكتروني مجاني مدى الحياة، فما عندكش أي مشكلة. تقدر تجرب النسخة المجانية وبعد كده لو عجبك تقدر تشتري الدومين النيم الخاص بيك بإذن الله. هسيب لكم رابط التسجيل في المنصة أسفل الفيديو. بتفتح أو بتضغط على الرابط بيظهر معاك بالشكل ده. بتكتب الاسم والاسم الأخير، وبتكتب البريد الإلكتروني بتاع حضرتك ورقم الموبايل، وبتضغط بيكتب لك تم التسجيل في المنصة. طيب بعد ما بتسجل بتفتح معاك المنصة بالشكل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده. بعد ما حضرتك بتسجل بتفتح معاك المنصة بالشكل ده. بعد ما بتفتح معاك المنصة بالشكل ده كده بتنزل تحت أول حاجة عند إدارة المتجر وبتخش على قوالب التصميم. بتفتح معاك بالشكل ده كده. متاح معاك 4 قوالب، تقدر تختار الشكل اللي يناسبك. يعني أنا مثلا مختار تصميم عصري. ممكن تختار أي حاجة، يعني مثلا بتخش على شوب مارت وبتضغط على تثبيت كده. سيم انستول سكسسفولي كده تثبت معاك. تقدر تشوف شكل المتجر، بتضغط على معاينة المتجر بيفتح معاك بالشكل ده كده. طبعا دي منتجات انا كنت حاططها على المتجر، وهنعرف ان شاء الله ازاي نعمل الكلام ده. ويا ريت تكمل الفيديو للاخر لان انا هقول لك على سر او هقول لك على استراتيجية هتخليك تعمل مبيعات جبارة. مبيعات هخليك تعمل مبيعات جبارة، بس يا ريت تكمل الفيديو للاخر. هقولها لك في اخر الفيديو. طبعا بتعاين المتجر وبتثبت السيم اللي يعجب حضرتك. بعد ما بتثبت السيم وبتضغط بعد كده على المظهر، بتجهز عندك أيقونة المتجر الخاص بيك وبتختار من هنا حجم الأيقونة. وإن شاء الله هنزل لكم فيديو إزاي نعمل أيقونة على كانفا بإذن الله. بتختار حجم الأيقونة وبيقول لك هي هتظهر بالشكل ده كده في خانة البحث بتاع المتجر. بعد ما بتختار بتنزل على الألوان وبتختار أي لون يعجبك، وبعد كده بتنزل على الخطوط. بتخلي أو بتختار الخط اللي يعجب حضرتك. بيبقى الخط اللي كتب فيه الكلام في المتجر، زي خط العناوين ونمط الخط نفسه أو نوع الخط. دي معاينة للخط بيوريك الكلام هيبقى مكتوب إزاي. بعد كده بتضغط على شريط التنبيهات. الفيديو ده ممكن يكون طويل بس صدقني هتستفاد منه. بعد ما بتضغط على شريط التنبيهات بتفعل تمكين أو تعطيل. بتبقى متعطلة، بتعمل تفعيل. وبتكتب في شريط التنبيهات لو حضرتك عندك عرض لحاجة معينة أو عندك منتج جديد، وبتقدر تكتبه في نص التنبيه وبتضغط على حفظ بتظهر لك. بعد ما بتضغط على حفظ بيظهر في شريط التنبيهات لو عامل عرض أو عندك منتج جديد ضفته في المتجر. بتخش على الشريحة الرئيسية، زي ما الشريحة الرئيسية اللي هي لما بتفتح المتجر بيبقى فيه المنتجات اللي في الوش دي على طول.
قبل ما تنزل لتحت دي اسمها الشريحة الرئيسية. بتحط سواء أي منتج تختاره أو أي منتجات بتختارها بحيث تظهر للعميل أول ما يخش على المتجر. بتنزل على طريقة عرض المنتج. بعد ما بتضغط أو بتنزل على طريقة عرض المنتج، بتختار بقى المنتج يظهر للعميل إزاي واسم الزر اشتري الآن ولا ما، على حسب ما حضرتك تختار، وتختار اللون وتكبير صورة المنتج. ممكن تتحكم فيها تخليها بدون تكبير أو أثناء التمرير. يعني لما بيجيب الماوس على المنتج كده، المنتج الصورة بتعمل تكبير كده أو زوم على الصورة. طيب، بتخش على القائمة الرئيسية للمتجر. تخش على القائمة الرئيسية للمتجر، بتكتب في القائمة الرئيسية للمتجر، بتكتب مثلا الصفحة الرئيسية أو بتكتب المتجر، وعندك بتضيف معلومات الاتصال على حسب بقى ما هتسمي الكتابة دي. مثلا حول المتجر بتاعك، أفضل العروض، صفحة أفضل العروض دي بتبقى صفحات بتضاف في المتجر يقدر العميل يخش عليها. طيب، قسم منح ده بتكتب فيه المعلومات الخاصة بيك. بتكتب العنوان بتاعك وبتكتب المعلومات الخاصة بيك، سواء جيميل أو واتساب، بحيث العميل لو في واجهته مشكلة يقدر يتواصل معاك من خلال طرق التواصل دي. طيب، الصفحة الرئيسية لمتجرك، أنا مش ضايف الصفحة الرئيسية لأن أنا مش شايفها مهمة بالنسبة لي. تقدر تضيف على حسب الأقسام. لو مثلا عندك قسم الإلكترونيات، قسم الملابس، قسم الأحذية، وهكذا تقدر تخصص أقسام. كل قسم بيبقى جواه المنتجات الخاصة بيه ومعلومات التواصل. بتكتب رقم الواتساب والجيميل الخاص بحضرتك، ولو عندك عنوان أو عايز تكتب العنوان براحتك، مش عايز ما تكتبوش. والشبكات الاجتماعية بتكتب فيسبوك، انستجرام، واتساب. لو عندك تيك توك أو سناب شات، جميع التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تكتبها. لو عايز تكتبها، مش عايز برضو براحتك. دي بتبقى تحديد أو تحديد بيانات إتمام الطلب. اسم العميل بيبقى الاسم الأول والأخير، وطريقة التواصل بتفعل البريد الإلكتروني ورقم التليفون ولو في رقم تليفون آخر. بس لو علمت على الخانة دي بتبقى دي مطلوبة، مش هينفع يطلب غير لما يكتب رقم تليفون تاني. إنما لما بتشيل التحديد بتبقى اختياري. لو متاح معاه يكتب، مش متاح معاه مفيش أي مشكلة. والرمز البريدي وملاحظات ورسالة التأكيد اللي بعد كده هتروح للعميل على الجيميل الخاص بيه. بتكتب رسالة تأكيد الطلب. بتكتب له مثلا أي حاجة: شكرا إنك اشتريت من المتجر بتاعنا. تكتب له أي رسالة. وتأكيد الطلب بالإيميل بتروح له: تم تأكيد تم تأكيد طلبك بنجاح. بتكتب له أي رسالة بتظهر معاه بالشكل ده كده، ويظهر رقم الطلب وتفاصيل الطلب وميعاد التسليم. بتخش على الصفحات لو عايز تضيف صفحة المنتجات، صفحة العروض، صفحة مثلا تواصل معنا، أي صفحة عايز تضيفها في المتجر تقدر تعمل الصفحة من خلال أضف صفحة. بعد مثلا أي حاجة، اسم الصفحة تواصل معنا. رابط الصفحة ده طبعا اختياري. بتبقى جاية لك هنا غير نشط. غير نشط يعني لسه مش معروضة في المتجر. طيب، ازاي تخليها نشط؟ بتضغط على الثلاث نقط دول وبتضغط على منشور كده، الصفحة اتنشرت على المتجر. نقدر نعمل معاينة المتجر من هنا.
بتظهر معاك في الخانة اللي تحت دي كده. تواصل معنا. طيب بعد كده آه، بتخش على النطاق. النطاق ده لو بعد كده جربت الموقع وحابب تشتري دومين نيم يكون خاص بيك، تقدر بعد كده تشتري دومين نيم، وإن شاء الله هنزل شرح إزاي تشتري الدومين نيم الخاص بيك. طيب قسم التقارير ده بيبقى مكتوب لك فيه تفصيل المتجر بالظبط، عدد الزوار الآن والجلسات مدة الزيارة ومعدل الإعداد، ومكتوبين الطلبات ومتوسط قيمة الطلب. كل التفاصيل الخاصة بالمتجر بتاعك بتبقى مكتوبة هنا. تقدر بعد كده تحدد التقارير دي على حسب كام، آخر كام يوم أو آخر كام أسبوع بيجي لك التقارير بتاعتك. الصفحات القانونية. الصفحات القانونية دي بتخش على شات جي بي تي وبتكتب له سياسة الخصوصية والأمان، وبيكتب لك السطر ده كده، بتاخده كوبي بيست هنا وبتعمل لها حفظ، بتسيبها. طيب التطبيقات. التطبيقات دي تقدر تربط المتجر الخاص بيك بأي تطبيق من دول، بحيث لو العميل هيطلب مباشرة يوجهه على المتجر بتاعك على طول وعلى المنتج اللي حضرتك حاطه على المتجر. طيب لو دخلت بعد كده، بعد ما بتخلص كده خلصنا إعداد المتجر. طيب نخش على الشحن. الشحن دي بيعرفك آه، المتجر ده بيدعم شحن ايه. يعني مثلا لو دخلت على شحنات وايلد بيوريك الشركات المتاحة ان انت تشحن بيها. طيب دي قريبا، دي لسه هتضاف بعد كده في المتجر. طيب لو بتبقى هنا كده مثلا عايز تشحن عن طريق ارامكس، بتضغط على خانة التسجيل وبتدوس إدارة، بتفتح معاك وبيقول لك المناطق المتاحة أو المناطق الخاصة بالشحن اللي تقدر تودي. ودي المناطق الخارج منطقة الشحن اللي ما بيوصلوش ليها طبعا، وحط لك سعر الشحن للمحافظة دي كام. ودي ميزة تقدر تعرف من خلالها لو عميل سألك عن شحن للمنطقة الفلانية، تقدر تعرف من خلال البانر اللي قدام حضرتك ده. ومتاح أكتر من شركة شحن: بوسطة، أرامكس، مايلرز، جي أند تي، والبريد المصري. دول لسه هيضافوا بس بعد كده. طيب مناطق الشحن طبعا شفناها. بتحدد بتدوس على أضف منطقة شحن وبتدوس اسم المنطقة وبتدوس ابحث في البلدان، بتكتب اسم البلد. يعني مثلا تكتب اسم المنطقة ولنكن المنيا، ونكتب مصر. طيب كده فيها يوجد. بتكتب آه، المحافظة بتاعتك أو المحافظة عامة. طيب أقول بعد ما بتختار البلد من هنا وبتكتب اسم المنطقة، مثلا تكتب أول أو كل البلاد أو
بعد ما بتختار بتدوس أضف، بتظهر معاك أو بتكتب كل مرة بتظهر معاك في الخانة دي. طيب المحفظة دي لسه متضافة على المتجر، دي تقدر من خلالها تضيف رصيد على المتجر أو تسحب رصيد لو في رصيد على المتجر. ودي العمليات الأخيرة بتبقى هنا، وتقدر تحملها ملف PDF. تمام. بيقول لك تابع رصيد محفظتك وكل عمليات إضافة الرصيد أو السحب اللي تمت. يعني أي عملية اتضافت في المتجر أو اتسحبت من المتجر بتبقى مكتوبة في خانة العمليات الأخيرة دي، تقدر تاخدها بصيغة تقرير PDF من خلال تحميل من هنا. ولا توجد عمليات سحب، دي بتبقى فيها أي عملية سحب تمت من خلال المتجر. وطبعا الرئيسية دي بتعرفك كل تفاصيل المتجر بتاعك. طيب نيجي بقى على خانة المنتجات، أو لو عايز أضيف منتج على المتجر بتخش على المنتجات، بتفتح معاك المنتجات في الخانة دي كده. طبعا واحد متبقي لي إن أنا ضايف لغتين في المتجر، عربي وإنجليزي. طيب بتدوس على خانة إضافة منتج، بتفتح معاك بالشكل ده. دي حالة المنتج، لو عايز تخليها غير نشط عايز تخليها نشط بتختار من هنا وبتكتب اسم المنتج والوصف، أو وصف المنتج. أي وصف بتكتبه، وصف قصير كده يكون يشد العميل إن هو يخش يتصفح أو يشوف المنتج بتاعك. وبعد كده بتكتب الوصف التفصيلي للمنتج هنا، وبتختار أو تقدر تضيف صور للمنتج من خانة أضف صورا. وبتكتب بقى تفاصيل المنتج، السعر، سعر الخصم لو فيه، سعر التكلفة لو فيه، المخزون برضو لو متاح عندك كمية محدودة تقدر تكتب، مش متاح تسيبها، متاح عندك كمية كبيرة تسيبها عادي. وخانة الضرائب دي بتشيل، ما تسيبهاش كده، بتشيل التحديد من على خانة الضرائب. وإيه تاني، لو آه، تقدر بقى تكتب أبعاد المنتج والكلام ده كله. دي بس اختصارا كده علشان وقت الفيديو ما يطولش. تمام. ولو في متغيرات للمنتج ده، يعني ألوان كتير، مقاسات كتير، تقدر تكتب من هنا اسم مثلا بتخليه اللون، وبتختار وبتدوس إضافة، بتدوس إضافة أسود أسود. أي تختار بقى الألوان. بعد ما بتخلص الألوان بتدوس احفظ. بعد كده بتضيف على إضافة خيار آخر، اسم الخيار مثلا المقاس، وبتضيف بقى سواء إكس لارج، إكس ميديوم. تضيف بقى المقاسات بتاعتك وبتدوس احفظ برضو. ده لو المنتج فيه أكتر من لون أو أكتر من مقاس. وبعد كده بتدوس إضافة المنتج، بيتضاف معاك المنتج في المتجر مباشرة، وبتقدر تشوف المنتج من خلال الخانة دي. دي المنتجات المضافة على المتجر حاليا. وفي برضو دي اللي هي خيارات المنتج اللي لسه شارحها، اللي هي سواء اللون أو المقاس، تقدر تضيفها من خلال إضافة متغيرات. ودي تقييمات وآراء العملاء، لو أي عميل كتب آراء أو تقييم بيظهر على الخانة دي كده. نعمل معاينة للمتجر ده. المتجر بيبقى معاك بالشكل ده كده. تقدر تصمم المتجر على حسب دماغك انت أو على حسب ذوقك انت، كل واحد وليه ذوقه في التصميم والتشكيل أو المنتجات بتاعته طبعا بتختلف. المتجر ده هيفيدك جدا لو شغال في مجال التسويق بالعمولة أو الدروب شيبينج.
هيفيدك جدا ان انت تعرض عليه منتجات وتروج لرابط المتجر بس، بدل ما تروج لكل رابط او كل منتج من خلال رابط لوحده وتلاقي زحمة روابط عندك. لا، المتجر ده بيلم لك كل المنتجات، سواء شغال على منصة او اتنين او تلاتة او 10، بيلم لك المنتجات كلها في مكان واحد وتروج لرابط واحد، والعميل يخش يشتري من المتجر المنتج اللي هو عايزه. بس كده، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب لو وصلت لآخر الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على النبي، ويا رب تكون استفدتوا. ولو عندك أي سؤال أو حابب نشرح أي حاجة يا ريت تكتب لنا في التعليقات. والسلام عليكم.